السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة، معكم جعفر العراقي. شرحي لهذا اليوم عن كيفية الدخول إلى الراوتر المشترك والتحكم به. هذا الشرح مخصص لأصحاب الأبراج الإنترنت في العراق. بعد ما تقوم بضبط إعدادات هذه العملية ما راح تحتاج إلى توجه إلى المشترك حتى تقوم بحل المشكلة عنده، راح تحل المشكلة من يمك. كل ما عليه إنه توجه إلى السكيورتي، بعدها توجه إلى ريموت مانجر، بعدها أقوم بإضافة هذا الآي بي 255.255.255.255. هذا الاي بي راح يكون شامل لجميع الابراج الانترنت في العراق او غير بلدان. بعدها اقوم بعملية سيف. قمت بضبط اعدادات راوتر المشترك. هسه راح اتوجه الى صفحة ادارة البرج واشرح لكم كيفية هذه العملية. بعد ما توجهت الى صفحة ادارة برج الانترنت، هسه اتوجه الى المشتركين، بعدها الى المشتركين المتواجدين. راح تظهر لي قائمة بجميع المشتركين اللي مشغلين انترنت حاليا. بعدها اتوجه الى قائمة الاي بي واضغط على الاي بي او اقوم بكتابة هذا الاي بي. راح اضغط على هذا الاي بي. ظهرت لي صفحة التيبلينج للمشترك. اقدر اتحكم تحكم كامل براوتر المشترك. على سبيل المثال انه اقدر ادخل على الوايرلس، اقدر اتحكم باسمه، ايضا اقدر اغير باسورد الراوتر، وايضا اقدر اتحكم تحكم كامل براوتر المشترك. لهنا انتهى شرحي لهذا اليوم. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار تقدر تراسلني. تحياتي لكم، جعفر العراقي.